مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. مبروك للنادي الأهلي بطل كأس مصر. المباراة اللي احنا سميناها مباراة أحلام العصاري، مباراة بتبدأ بجوزيه مورينيو ومعاه توتي بتشيرت نادي الزمالك ورونالدو الظاهرة البرازيلية بتشيرت النادي الأهلي، في مباراة أقيمت في أول مرة كنهائي كأس مصر خارج مصر تتلعب فيها المملكة العربية السعودية. النهارده مباراة كان قبلها بروباجندا كبيرة جدا جدا جدا. الزمالك عمل كل حاجه في المباراه، كان الطرف الافضل، لعب 80 دقيقه ولا احسن ولا اروع. الزمالك مبشر جدا، معاه مدرب محترم قوي، معاه صفقات هتصنع الفارق مع الزمالك بالوقت ده توقعي الشخصي. ولكن في النهايه الاهلي في اخر 10 دقائق، وكعاده الاهلي لا تامل له الا بعد نهايه المباراه، الاهلي بيقدر يكسب الزمالك 2-0 في مباراه لعبها الاهلي مش احسن حاجه، ما كانش الطرف الافضل، حتى ان لعيبه الاهلي نفسهم كانوا عارفين وكانوا حاسين بده. وده اتقال على لسان لعيبه الاهلي بعد المباراه، خصوصا امام عاشور راجل المباراه النهارده. لكن الاهلي قدر يخلص المباراه دي بحنكه لعيبه بقى، بمجهود في الملعب ما تعرفش، لكن الاهلي لم يكن مقنع على الاطلاق. كل ده ملوش علاقه، لان في النهايه هذا النهائي كما يقال يلعب ولا او تكسب ولا تلعب. الاهلي قدر يكسب المباراه دي 2-0 في اخر 10 دقائق، سيناريو ما كانش متوقعه اي حد منذ بدايه المباراه، خصوصا ان نادي الزمالك فنيا كان هو الاحسن، انتشاره في الملعب كان احسن، تحركاته كانت احسن، عدد باصاته، الاستحواذ، الخطوره، التصويبات، كل شيء تفوق فيها الزمالك باستثناء النتيجه، وهي الفيصل والنهائي في ان بتحدد طبعا بطل البطوله هو النادي الاهلي. كولر بدأ المباراة وعنده يمكن باد لك كبير جدا، اصابات مهمه للعيبه مهمه في توقيتات مهمه جدا. اتصاب اسامه ابو علي بعد ما كانت الناس حط عليه امل كبير، طبعا اصابه اسامه ابو علي بعد طبعا موديست وقربت كهربا. الناحيه الثانيه اصيب احمد نبيل كوكا اللي كان ممكن يبدا المباراه ديت، فبالتالي كولر عدل من فكره في وسط الملعب وفضل كريم نيدفيد على مروان عطيه. هقول لك ليه. وفضل انه يلعب بالسوليه عشان يبقى عوض شويه كوكا وغياب ديانج، بالاضافه لوجود امام عاشور اللي ما كانش قدامه حل تاني او ملوش بديل اصلا حاليا في الاهلي امام عاشور. فبالتالي وسط ملعب الاهلي تاثر جدا بالاصابتين دول، تحديدا احمد نبيل كوكا وديانج. وخط هجوم الاهلي تاثر قوي قوي كمان بغياب اسامه ابو علي. بالاضافه ان لعيبه الاهلي الهجوميين سواء كان بيرستاو او حسين الشحات او كهربا كانوا تقريبا خارج الخدمه، تحديدا في الشوط الاول بالذات. معاهم كمان امام عاشور ما كانش في احسن حالاته في الشوط الاولاني، السوليه ما كانش برده في احسن حالاته، كريم نيدفيد كان مركز قوي ان هو يلعب على الحته بتاعت عبد الله السعيد واوباما وركز عليها قوي ونجح الراجل وعمل مباراه كويسه. ولكن تغييرات الاهلي اللي حصلت قبل المباراه او الاصابات اللي حصلت قبل المباراه هي اللي ادت ان الاهلي يبدا الجيم زي ما انت شفته كده بيلعب على الواقف، تحس ما فيش تحركات. خروج حسين الشحات وبيرسي تاو بالكوره كان وحش جدا وسيء، وكانوا الاثنين تقريبا مش في مستواهم، ما كانوش موجودين. الناحيه الثانيه جوزيه جوميز عجبني ليه بقى؟ لان هو عرف ان الاهلي بيبدا من تحت، فلعب عليك من تحت ضغط من نص ملعبك، فعطل لك محمد هاني وعطل لك علي معلول، وبالتالي تم تعطيل بيرسي تاو وتم تعطيل حسين الشحات. فالاهلي اعتمد كل الكلام على كور بتتلعب من ورا لقدام، الكور الطوليه اللي ما بيجيدهاش قوي لعيبه الاهلي، خصوصا في وجود كهربا اللي هو ما عندوش الحته دي اساسا. وبالتالي الزمالك ظهر افضل كتير جدا في وسط ملعب المباراه، في الصراع اللي دار في وسط الملعب ما بين الاهلي والزمالك. الزمالك كان احسن في وجود طبعا عبد الله السعيد، في وجود دونجا اللي عمل مباراه كويسه جدا، في وجود حريه لعيبه وسط ملعب الزمالك سواء اللي بيجي من تحت زي فتوح او عمر جابر، لان الناحيه الثانيه هاني ما كانش بيطلع ولا علي معلول كان بيطلع. وبالتالي الزمالك سيطر على المباراه. الاهلي يمكن ظهر في اول 5 دقائق بتصويبه السوليه اللي جت ضربه ركنيه، وهي الركنيه الاولى والوحيده الاهلي في الشوط الاول. بعدها الزمالك بدا يدخل المباراه ويسيطر، نتيجه اللي انا قلت لحضرتك عليه. وسط ملعب الاهلي ما كانش بيكمل، كنت تحس ان في شويه تردد شويه. كريم نيدفيد زي ما قلت لحضرتك هو مركز على عبد الله السعيد وعلى اوباما في الحته اللي بينهم دي، هو يلعب دايما في الحته دي تحديدا على عبد الله السعيد. وبالتالي كريم نيدفيد ما قدرش يعمل الدور اللي انت كنت مستنيه منه الهجومي لقدام، او ما قدرش يعني يبقى قوه انفجاريه في وسط الملعب. برده السوليه طبعا تقدم في العمر
والراجل برده مش في الملعب قوي، وبالتالي السوليه لعب بالخبره اكتر، ما بيجريش كتير لكن بيتحرك في الحتت اللي ممكن يكمل فيها، وهو عنده الميزه دي من زمان. وبالتالي الاهلي ما بانش قوي جدا عكس الزمالك اللي كان عنده زيزو ومصطفى شلبي، وكان عنده دونجا، وكان عنده عبد الله السعيد. حتى ناصر المنسي جات له فرص، يعني مش الفرص الخطيره. فرص الزمالك الشوط الاولاني ما كانتش فرص خطيره جدا، لكن تالق فيها مصطفى شوبير اللي بيثبت يوم بعد يوم ان هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. وخير فعل الاهلي ان هو لم يتعاقد مع حارس مرمى تاني، وادى الفرصه والثقه لمصطفى شوبير. دفاع الاهلي كان يعني مش عايز اقول كويس قوي، لكن ما كانش فيه ضغوط كبيره من لعيبه الزمالك. لكن عبد المنعم بدا يستعيد شويه من مستواه. رامي ربيعه كان كويس جدا النهارده وزاد في اكتر من كوره، لكن كان يعيب الاهلي ان اللعيبه ما بتتحركش. تلاقي ايه يعني، انت بتسلم في وسط الملعب اللعيب بيرجع بطء، مفيش حد بيطلع. هاني ما بيزيدش، معلول ما بيزيدش قوي، امام بيجري بالكره كتير، الشحات كان بيجري بالكره بالعرض كتير وكان خارج الفورمه. بيرستاو تقريبا ما جاش معانا المباراه دي، وبالتالي ده كله نتج ان كهربا مش هيظهر، لان كهربا هو مستني التمويل من المجموعه الهجوميه، وده ما كانش موجود. الشوط الثاني بدا طبعا اصابه لاحمد سيد زيزو، بنتمنى له السلامه وان شاء الله تكون بسيطه. الزمالك عمل تغيير بنزول شيكابالا، وده كان ضاغط اكتر على علي معلول، فجابت علي معلول وخلى الشحات ينزل لتحت شويه. كانت الناس كلها بتطالب ان رضا سليم هو اللي يلعب، انا واحد من الناس كنت عايز رضا سليم يبدا الشوط الثاني، لكن ليه كولر خلى الشحات؟ لان الشحات بينزل يدافع ودفاعه اقوى شويه من رضا سليم، خصوصا في جبهه هيبقى فيها شيكابالا وهيبقى وراك فيها كمان عمر جابر، وبيجي عليهم بقى دونجا، بيجي عليهم عبد الله السعيد. بالاضافه ان جوزيه جوميز عمل تغييرين كويسين جدا بنزول تحديدا ناصر ماهر، تقل وسط ملعب الزمالك جدا، بقى عنده عبد الله وناصر بيتحكموا في الملعب كويس جدا، وبالتالي ده عمل ضغط على وسط ملعب ودفاع النادي الاهلي في الشوط الثاني. عشان كده الاهلي في اول تقريبا ربع ساعه في الشوط الثاني ما كانش موجود خالص قدام، كان بيلعب دايما تحت الكوره. الناحيه الثانيه كولر كالعاده ما بيغيرش بدري، بيستنى لحد الدقيقه 65 70. فجانا كولر بثلاث تغييرات، فجانا ان هو نزل عمر كمال عبد الواحد مكان بيرستاو اللي ما كانش موجود، على اساس ان عمر يلعب طرف يمين، ولعب بمروان عطيه مكان كريم نيدفيد. كان تغيير منطقي جدا، لان مروان عنده القوه الانفجاريه في الوقت ده بقى تتفوق على لعيبه الزمالك اللي كانوا تقريبا هبطوا بدنيا، وده واضح جدا جدا. بعدين نزل قفشه، تمام، وقفشه كان راجل يعني كان فعلا عند حسن ظن اختيار النهارده كولر، لان الراجل لمس الكوره تقريبا 3 مرات، مره عملها جون في الجول الاولاني في الكوره اللي جت لامام عاشور، وجاب الجول الثاني. فالراجل يعتبر تغيير مؤثر جدا جدا. اتاخر قوي هو في تغيير حسين الشحات، لما يعني يمكن يكون رضا سليم مش جاهز او مصاب، ولكن حتى في الاخر هو نزل اكرم توفيق، وبعدين نزل موديست مكان كهربا، علشان خلاص بقى انا بقفل والزمالك يلعب عرضيات وكور طويله، وانا مش عايز حاجه من الماتش. في الدقيقه 80 انا خلاص طلعت المباراه وبقت النتيجه 2-0 والحكايه خلصت. المباراه يعني نفسها كمباراه فنيه ما فيهاش البروباجندا اللي حصلت عليها من قبل بقى الماتش، والاستعدادات اللي حصلت في الاستاد، والحفلات اللي حصلت، وكل الكلام ده، وعدد الجماهير، وكل القصه دي. وان انت بقى تصحى الصبح او النهارده تلاقي جوزيه مورينيو نازل ماسك كاس مصر، جنبيه توتي النكهه الايطاليه لابس شيرت نادي الزمالك، وجنبيه الظاهره البرازيليه رونالدو لابس شيرت النادي الاهلي، وبالتالي تحس ان كان في يعني حاله غريبه جدا لكاس مصر. اعتقد احنا كنا يعني ممكن نعمل حاجات زي دي، انا طبعا مش بنفس الضجه والبروباجندا دي، ولكن هذا ما يليق بنهائي كاس مصر. المباراه كان فيها بروباجندا كتير قوي وتحفز الجماهير، كلنا كنا متوقعين هيبقى فيه مستوى فني احسن من كده تحديدا من ناحيه النادي الاهلي، ولكن في النهايه الاهلي ظروفه حطيته في الوضع ده، والزمالك في الاخر لم يكن موفق ولم يكن محظوظ ان هو يكسب المباراه، لانه بصراحه عمل كل حاجه زي ما قلت في اول اللايف. الزمالك عمل مباراه كويسه. انا وجهه نظري ان نادي الزمالك معاه مدرب محترم جدا، معاه لعيبه كويسه جدا. خلي بالك ان في لعيبه من الزمالك ما شاركتش النهارده، اصابه زيزو برده فرقت معاهم. في لعيبه ما لعبتش زي احمد حمدي، زي محمد شحاته، زي زياد كمال، ما شفناش اللعيبه دي. ولكن في النهايه يعني يحسب لنادي الزمالك انه عمل مباراه كويسه جدا في ظل كان تدهور مستوى كبير جدا لنادي الزمالك. ده يبشر جماهير نادي الزمالك ان النادي معاه مدرب محترم وسكواد محترم، وده كويس لان احنا عايزين نتفرج على كوره في مصر، اهلي وزمالك. ده ما يمنعش ان انا ابارك للنادي الاهلي وجمهوره واقول لهم الف مبروك، بطوله الاهلي بيعرف ياخدها، الاهلي بيعرف ياخد البطولات ديت، الاهلي يعرف يلعب نهائي يحسسك ان هو مش احسن حاجه، ولكن بيفضل عندك جواك دايما كاهلاوي احساس ان احنا هنكسب الماتش ده. الماتش كان متصعب على الاهلي تحديدا في الشوط الثاني، ولكن تألق خط دفاع النادي الاهلي ووسط ملعبه والتغييرات اللي عملها كولر والتوفيق اللي قبل اي حاجه اللي واقف جنب النادي النهارده خلاك تكسب المباراه مش 1-2 وتخلص الليله وترجع مسجل التاريخ، لان دي اول مباراه تقام في نهائي كاس مصر بره مصر وتقام في السعوديه والاهلي يكسبها. الاهلي والزمالك ما بيلتقوش كتير في نهائيات بره القاهره، يمكن طبعا السوبر اللي اتلعب في الامارات كذا مره، لكن
هتلاقي دايما ان كفه الزمالك في الماتشات اللي بتتلعب بره مصر بتبقى دايما هي الكفه الارجح. ده بدا سنه 94 في السوبر الافريقي لما الزمالك كسب في جوهانسبرج 1-0 بجون ايمن منصور. وبعدين توالت بقى الحكايه في السوبر الاماراتي بتلعب في ابو ظبي في دبي. وبعدين مباراه القرن الشهيره بتاعه القاضيه ممكن اللي قررها النهارده محمد مجدي قفشه اللي جاب الجول الثاني وقضى تماما على امال نادي الزمالك في العوده للمباراه. كانت مباراه مش فنيا عاليه قوي، ما فيهاش كلام كتير يتقال، لان برضه هو نهائي وضغط جماهيري والناس بتتفرج واللعيبه اكيد عندها تنشن، وفي اسباب زي ما انا ذكرتها خلال اللايف ادت ان المباراه في الاخر تتلعب بالطريقه دي. ولكن في النهايه الاهلي هو البطل، الاهلي عرف يكسب ويفرح جماهيره وياخد البطوله 39 في تاريخه من كاس مصر، ويعود الى القاهره بمبالغ ماليه كبيره ومكاسب ماليه كبيره ومكاسب معنويه كبيره جدا تحط الاهلي لقدام في الضغط اللي هيتعرض له خلال الفتره اللي جايه، خصوصا في دوري ابطال افريقيا والدوري العام. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله نتقابل قريب في ماتشات تانية، وكل تمنياتي لكم إن شاء الله بدوام الصحة والتوفيق. كنت سعيد أنا كنت معاكم، مبروك للأهلي والأهلاوية، تصبحوا على خير.